السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله، اللي هي كعب غزال بلدي منقوش. كعب غزال. واخيرا البنات ان شاء الله في هذا الفيديو غادي تركزوا معايا اول باول بالنسبه للبنات، بخصوص البنات اللي ما كيصدقش ليهم كعب غزال، بنات المبتدئات. هذا الفيديو ديالكم وليكم منا وليكم، داكشي ديال الانتخابات. نتمنى انكم تتبعوا معايا كل المراحل. غادي نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا غادي نصوبوا العقده اللي هي اساس الوصفه اصلا، واساسها اللوز. كيف ما كتشوفوا اللوز ان شاء الله البنات راني قاديته معكم اكثر من مره، راه كاينه وصفه ديال عقده اللوز محطوطه بوحدها. الا بغيتوا انكم تمشيو تشوفوها، وغادي نقول لكم هنايا الطريقه ديالها. طريقه البنات سهله وبسيطه باش نحضروا العقده اللوز. طبعا اللي غادي نصوبوا به العقده، كتاخذوا واحد الطنجره اولا برمه اولا كاسرونه على حسب الكميه ديال اللوز اللي عندكم، كديروا فيها الماء، كتخليوها فوق البوطه حتى كتغلى مزيان وطفيو عليها. صافي غير كتغلى لينا ديك الطنجره كنطفيو عليها وكنرميو فيها اللوز وكنخليوه 10 دقائق لا اكثر البنات. وطبعا كنأكد انه خاصنا نكونوا طافيين البوطه، غير الماء كيغلى اولا ممكن طيبوه في المقراج وتخويو على اللوز، يعني نفس العمليه. مهم ما تشعلوش عليه وتخليوه كيبقبق فوق البوطه، هذه غلط. يعني ما اللوز كيشرب الماء بزاف، حنا ما عندناش الغرض اننا نسلقوه، حنا بغينا نحيدوا ليه غير القشره البنات، ما نخليوهش يتسلق ويشرب لينا الماء، والا كيجي العقده ديالنا كتحماض من بعد وما كيجيش الشكل ديالها زوين، واما كتطلق لكم الزيت، يعني كيكونوا بزاف الاشياء اللي كتكون غالطه. مهم البنات من بعد ما نديروا اللوز ديالنا كنحيدوه كنصفيوه، كنحاولوا اننا نديروه في واحد الميكا باش كيرجع عليه الصهد ديالو، وكناخذوا واحد الحفنه كنحطوها قدامنا، يا اما كتبداو تفركوها بحال الشكل ديال الحمص فاش كنديروه في الطبق، وكنبداو نفركوه صافي دغيا كتحيد ليه القشره. ماشي حبه حبه بقينا تما وشي ما قدينا، يعني خاصنا نهار ديال التفساخ. لا البنات خذوا واحد الحفنه مهمه صافي وخدموها مزيان في الطبله اولا فوق البوطاجي. مهم كنحيدوا القشره وكنخليو اللويزات ديالنا. من بعد البنات هذيك القشره ممكن تنشفوها، تشلوها بالماء وتنشفوها وتطحنوها، ممكن تستعملوها في الخبز، في صابلي، في اي حاجه هكا. يعني هذيك القشره ديال اللوز حتى هي فيها فوائد طبعا. المهم هذا غير جات بين قوسين. واللوز ديالنا كنشلوها البنات تحت الروبيني، كنحاولوا نحيدوا منه هذاك اللون القهوي ديال القشور، وكنحاولوا اننا نديروه فوق واحد زويف هكا بيض اولا زيف. مهم زيف نقي، ودي احنا ما نديروش من الصخره عارفين هذه. وغادي نحطوه في واحد البلاصه اللي كتكون معرضه للهواء، يعني حدا شي جهه فيها شرجه، ماشي بلاصه يعني اللي فيها يعني البرد، ماشي شي بلاصه سخونه. خاص اللوز ديالنا يجي ناشف مزيان حبه حبه البنات. اللوز مهم جدا في العقده، راكم عارفين. انا غادي نقول لكم يعني ممكن انكم تستعملوا بودره اللوز، ولكن غنهضر لكم عليها من بعد. والعجينه كذلك، انا العجينه واخا كنصايب فيها كنهضر لكم على عقده اللوز، ماشي مهم لانه العجينه سهله بزاف. انا حاولت نركز على عقده اللوز اكثر من العجينه. مهم البنات من بعد ما كينشف لينا اللوز ديالنا كنشدوا الحبه كنقسموها، كنحسوا بالقسمه ديالها قصاحت. وفي اللوز فاش كنبداو نحركوا فيه كيعطيكم الصوت ديال التحراك. واللوزه كيف قلت لكم كتقسموها كتحسوا بها ناشفه من الوسط، ماشي باقا فازقه. كناخذوا الكميه ديالنا من بعد ما كينشف لينا اللوز. مثلا في المثال انا خديت 500 غرام ديال اللوز، درت فيها 200 غرام ديال السكر. القاعده كتقول كميه اللوز النص ديالها هو السكر. احيانا كنكسر هذه القاعده هذه كيف ما قلت لكم دابا. درت 500 غرام ديال اللوز فيها 200 غرام ديال السكر. في الاول كنطحنوا اللوز ديالنا بوحدو، كنطحنوه مزيان حتى الطحانه كتلعب دور وطريقه الطحين كتلعب دور. الطحانه البنات اللي كنستخدم ودائما كتسولوني عليها غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، واخا راني كنت وريتكم الطحانات ديالي كاملين في الفيديو اللي كنت صاوبت فيه سلو، ولكن ماشي مشكل غنخلي لكم الرابط ديال الاله اللي كنطحن بها. كيف قلت لكم البنات العقده ديال اللوز كندير 500 غرام، كنطحنو في الاول بوحدو، من بعد كنزيد عليه السكر ديال حبيبات، وكنزيد عليه هذاك السكر بنكهه زهره البرتقال، كنطحنهم مع بعضياتهم المره الثانيه. الطحينه البنات ما كيبغيش يكون ثاني مبالغ فيه بزاف، يعني كطحنوا حتى كيبان لكم داكشي تطحن، يعني ما تبالغوش حكا قد ما طحنتي قد ما كتجي معلكه، لا قد ما كتطلق الزيت كتقفروها. صافي البنات كنطحن اللوز ديالي كيف قلت لكم النوبه الاولى بوحديته،
ما نبالغوش بزاف، كنحيدو كنخلط معاه السكر، كنحاول نخدمهم بحال كنخدم كسكسو، وكنزيد عليهم سكر بنكهه زهره البرتقال، كنزيدو يمكن واحد شويه القريفه الا بغيتو، انا ما كتعجبنيش نزيدها. ممكن وكذلك واحد 5 حبات تقريبا ديال المسكه حره اللي كندقوهم مع شويه ديال السكر، وكنزيدو معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال الكونفيتور، هادشي في 500 غرام البنات. وكنزيد واحد ربع حتى نص كاس ديال الماء الزهر على حسب، ما تزيدوهش دفعه واحده. العقده ديالنا ما خاصهاش تكون جاريه بزاف، وما خاصهاش تعطيوها الكف بحال كنعجنوا في شي خبز ولا شي حاجه، غير بيديكم دغيا دغيا وصافي. يعني العقده طرقنا المسمار ديالها. غادي ندوزو العجينه كيف ما شفتوا البنات قبل. هادشي كامل غنخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف المقادير وداكشي. المهم ركزوا معايا اكثر على الطريقه في هذا الفيديو البنات. هنايا كنوريكم انواع المنقاشات اللي كنخدم بهم انا، من بعد نهضر لكم عليهم. هما بودره اللوز راه ما نسيتش. العجينه البنات كيف ما شفتوا استعملت الحليب، يعني لانه ماشي كل شيء عنده لا كريم فريش، ماشي كل شيء. انا درت كاس ديال الحليب، يعني نتوما اللي كتحكموا في العجينه بالدقيق، ماشي هي اللي كتحكم فيكم. ما كنعطيش العبار نيشان مثلا، ما نقولش لكم هاد العجينه راه كتهز 500 غرام ديال الطحين، لا البنات. المهم في هاد العجينه هو انه خاصها تكون العجينه فاش كتكونوا تعجنوا فيها كتكون قاصحه. هذه حاجه مهمه تكون قاصحه، لانه الحليب فيه مواد دسمه غادي تخلي لنا العجينه من بعد غادي تزيد ترخف وما غاديش تعطينا الطوع باش نخدمه. كيف قلت لكم درت فيها كاس ديال الحليب، نص كاس ديال المزهر، شويه ديال المسكه حره مدقوقه، وكندير معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده، رشيشه ديال الملح كيف ديما كنقول لكم، وكندير سكر بنكهه زهره البرتقال اللي كنكون طحنت فيها هذيك المسكه حره وصافي. وكنجمع العجينه ديالي، هذا هو اللي كاين. كنجمعوها بالطحين، يعني القياس على حسب الطحين واش كيشرب لكم. كيف قلت لكم خاص العجينه تكون قاصحه. كيف ما كتشوفوا هنايا راه كنخدم بها، يعني ما كتعذبكمش. كنخليوها ترتاح غير واحد المده ديال ربع ساعه هكاك، 15 دقيقه نيشان، وكنعاودوا نبداو نخدموا بها. كنحتاجوا المناقش ديالنا. ممكن البنات اللي عندهم صعوبه انهم ينقشوا، واخا انا غادي نعلمكم هنايا الطريقه تاع النقيش اللي كتجي مفينيه ومقاده زوينه. تحاولوا تزعموا عليها. ممكن انكم تخليوه سامبل يعني بلا نقيش. كيف ما شفتوا هنايا آلة التوريق عندي. حاولت العجينه ندوزها في الاول، رشيت الدقيق ودلكتها شويه بالمدلك، غير كنخففها شويه بالمدلك، وكندوزها في الرقم ما قبل الاخير. كاين في المثال الرقم 6 هو الاخر، انا غندوزها في 5. انا كنعطيكم هي مثال صافي. وكنستعن بالدقيق كيف ما شفتوا. كنحط الحبه ديالي اللي سبق وعبرتهم. كل حبه درت فيها تقريبا، انا الكعبه اللي غادي تشوفوا في نهايه الفيديو البنات راه درتها فيها 10 غرام صغيورين، هادو الاحفاد ديال ديال الكعب غزال. درتو صغيور. فهذه اللي كنصاوب معكم دابا كتشوفوها فيها 18 غرام حتى ل 20 غرام. ايوا الكعبه لا فاتت هذا الوزن ديال 18 20 غرام راه غادي تولي شي حاجه اخرى. فما تبغيش البنات الكعبه تكون كبيره بزاف، لانه حتى يعني نديروا بحساب انه في الترتيب ديالها اولا في التبصيل باش تجينا زوينه. المهم كيف ما شفتوا كنحط العجينه ديالي، كنحط فيها العقده، وكنحاول نطوي عليها هذيك العجين، ودائما كنسد مزيان هذيك الحاشيه وهذوك الجناب. انا مازال غادي نخدم معكم وحدين اخرين باش تشوفوا طريقه مفصله. هضرت بزاف. كنحاول نشرح لكم. والله العظيم لا كنتمنى انكم تجربوه ويصدق لكم، لانه بزاف كان يعني مساكن كيصاوبوا العقده وكيتمحنوا عليها والعجينه، وفي التالي ما كيصدقش ليهم، خاصه الا كانت شي بنات كتشهاه مثلا، كانت كتوحم ولا شي حاجه بغات ديرو. والله الله المستعان. المهم انا كنحاول نبسط لكم ما امكن باش انكم تاخذوا الفكره وتشدوها ويبان لكم كعب غزال بحال كتصاوبوا في ريش بونط. ساهل البنات، والله لا ساهل. انا راه ما تعلمتش لي من اول مره. يا ما طلقت لي عقده اللوز الزيت، يا ما ديك العجينه دارت لي حاله. المهم عقده اللوز البنات الا طلقت لكم الزيت لا عليكم ما تلوحوهاش. اهم حاجه ما تلوحوش الحاجه البنات، دائما كاين البديل. عقده اللوز الا طلقت لكم الزيت، مثلا 500 غرام ديال اللوز اولا ديال العقده، طلقات لكم الزيت وتفقستوا عليها وداك الشيء، رجعوها للطحانه وزيدوا عليها صفار بيضه واحده ورجعوا خدموها مزيان، راه كترجع العقده يا سلام.
يعني ما كتبقاش طالقه الزيت. هذه استيوس عطيتها لكم، راه عطيتها يعني بزاف البنات كان وقع لهم هذا المشكل وقلتها لهم ونجحات معاهم هذه القضيه هذه ديال صفار البيض. الا طلقات لكم عقده الزيت والعجينه البنات كذلك، راه كيف ما شفتوا كتكون شاده راسها. انا كنهضر وانتم راكم مركزين طبعا مع طريقه تاع الخدمه. ممكن انكم تخدموا بودره اللوز، واخا راه كتبقى اللوز نيشان احسن وافضل بكثير. واخا بودره اللوز البنات ملي تجيبوها هي مطحونه زيدوا طحنوها، يعني عاودوا طحنوها عاد زيدوا السكر وداكشي الاخر، نفس المراحل ديال عقده اللوز اللي قلت لكم. كيف ما شفتوا هنا العجينه البنات حطيت العقده ديالي، كنحاول نسد ضروري كتسدوا كتعاونوا بصبعكم الكبير وكتسدوا هذيك الضغطه، ما تكونوش حنانين وهشاشين. ضغطيه يعني وركي مزيان حتى كتحسي بالعجينه نيت، يعني كتحسي بالعجينه انسجمت يعني ولات كامله عجينه وحده. صافي البنات كناخذ يدي اليمنى كنحاول ندير نصف دائره اولا بحال القوس وراء العجينه وراء الكعبه، وكنحاول ناخذ صبعي الكبير وكندفع. يعني فاش كتدفعي يعني بحال كتصوبي لها القالب ديالها اولا الفورمه ديالها. صافي من بعد كنحاول نعاود نسد، ولا بات لينا شي الا بات لينا هكا شي فقاعه فيها البرد كنتقبوها بهذيك الفتيته كيف ما شفتوا. وكنقطع كندوز الجراره، كنخلي واحد شويه ديال العجينه وكنقطع. صافي هادشي اللي كاين. دائما نستعنوا بشويه ديال الدقيق، ماشي بزاف، راه ما مصاوبينش البنات البطبوط غير شويه. والمنقاش ديالي كيف ما كتشوفوا اللي استعملت هو هذا. كنحاول نقش بطريقه مائله. كنشدوا الكعبه ديالنا، ودائما فاش كنكون نقش صبعي كيكون ورا ديك النقشه. يعني مثلا كنضرب النقشه راه صبعي الكبير من اللور حدا ديك النقشه، يعني كنبقى غادا وكنسوخر. انا مازال غادي نصاوب معكم وحدين اخرين حتى تشوفوا طريقه وتشدوها مزيان. واخا الفيديو غادي يجي مطول، انا عارفه غادي يجي طويل، ولكن حاولت ما امكن انني نعطي فيه كل النصائح وكل الاشياء اللي تقدر تفيدكم. وهكا يبقى هذا الفيديو لكم، يعني ما يحتاج انني غادي نعاود ندير شي نهار ثاني الكعبه ونقول لكم اسرار الكعبه وداكشي صافي. هذا هو الفيديو اللي كاين. كيف ما شفتوا الكعيبه البنات راه قد المنقاش اللي كنقش به. انا وريتكم هنايا طريقه اخرى سهله وبسيطه، يعني هنايا صافي البنات سطاج الاخر. سطاج الاخر البنات كنوريكم انتم قطعوا طريف ديال العجينه، يعني كنحاول نسهل لكم وكتاخذوا الحبه ديالكم. ودائما العجينه غطيوها، هذيك اللي كتكون قبالكم ملي كتكونوا خدمتوها غطيوها بشي بلاستيكه ولا شي قليع. انا ما كرهتش دوك القلوعه ديال الدرهم يكونوا عندي، كينفعوا في الصراحه. صافي البنات هذوك الفراغات كنتقبوهم كنحيدوا البرد منهم. ودائما كيف قلت لكم كنستعنوا بواحد شويه ديال الطحين، راه ما كنكثرش، راه قلت لكم ماشي البطبوط هذا غير شويه. وكنحاول شوفوا نصف دائره وكنضغط بصبعي الكبير وكنحاول نخوي هذاك البرد ضروري خاصو يحيد. ما يبقاش لينا في الكعبه، لانه الا بقى كتنفخ لينا العجينه، كيخلي فرصه انه الورقه او العجين تفرق على العقده ديالنا. وكنقطعوا بالجراره ديالنا بواحد ماشي تا نص سنتيم، شويه يعني ماشي كديروا واحد القطعه كبيره، غير واحد شويه باش كتجي الكعيبه ديالنا مقاده. صافي وكنحاولوا نوقفوها. كان الجناب كندير واحد 2 ضغطات على الجناب، والوسط هو اللي كيبقى غادين وكنوقفوا فيه بحال شي جبيل. صافي هانتوما شفتوا البنات طريقه النقاش كيفاش كندير. صبعي ديما انا مكاليه بي اولا مطاكيه بيه هذاك اللور ديال الكعبه باش ما ديفورماش ليا. والا كانت العجينه كيف ما قلت لكم خاصها تكون قاصحه، والا كانت العقده حتى هي ماشي سايحه جاريه وكتلصق في اليد، خاصها تكون شاده راسها. يعني كل شيء خاصو يكون مقاد ومصايب البنات. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، راه ساهله والله العظيم الا ساهله الكعبه. غير حاولوا انكم تجربوها. بدايه نديروا واحد الرويبعه الله يرضي عليكم. ديروا واحد رابعه ولا نص رابعه، تدربوا فيها في الاول. يعني ما كايناش تدربوا فيها راه زعما تدربوا فيها على اساس راها صادقه 100% ان شاء الله باذن الله. الكعبه ديالي كيف ما شفتوا كملت الكميه كامله اللي عندي. هاد الكعيبات هادو الاحفاد ديال الكعبه. كيف قلت لكم راه فيهم 10 غرام في الوحده ماشي 15. انا الكعبه اللي كتعجبني اللي كتبان لي راها كبيره هي 15 غرام، كيعجبني نخدمها في 15 غرام البنات. بغيت كيعجبكم داك النوع ديال الكعبوزه اللي كيكون كبير هكا نيت ديروا فيها 18. يعني ما تفوتوش هذا القياس، فتوا 18 وهذا راه تولي شي حاجه اخرى، ما تبقاش كعبه صراحه. من بعد ما كينشف لينا كنوريكم زعما انه الكعبه راه قد الفنيته. فعلا صغيورين البنات هادو خاصهم يداروا في شي بونبونيير ماشي حتى في الطبسيل.
الكعبه ديالنا البنات منين نخدموها خاصها تنشف اقل ما يمكن انها تنشف فيها الكعبه هي واحد 6 سوايع، لما كانت يعني ليله كامله 6 سوايع يعني مزيانه انكم تخليوها تنشف في هذا الوقت هذا. انا هنايا خليتها غير واحد الساعتين وغادي تشوفوا النتيجه من بعد. العجينه كيف ما كتشوفوا واقفه، والنقيشات ما شاء الله كيفاش جاو كيجيو مسيتفين، والفنيته كيف ما شفتوا كنتقب من التحت ومن الجناب. كنحاول تقريبا نقول لكم كديروا 6 تقيبات في التحت واحد 6 تقيبات تاني كذلك في الواجهه ديال الكعبه. كناخذوا الزبده اللي كنكونوا ذوبناها حتى كيحيد منها هذاك الحليب، وكندهنوا الكعبه ديالنا كامله مزيان. كاينين دي زاستوس اخرين ديال الكعبه فاش كتكون يلاه دارت النص ديال الطياب باقا يعني دخلتوها الفران، يلاه دارت نص ديال الطياب كتخرجوها وكدهنوها بياض البيض مع بياض بيضه واحده معها واحد المعلقه كبيره مع مرة ديال السكر كلاصي، واحد المعلقه صغيره ديال المزهر، وكتخدموا هذا الشيء كامل كدوزوا على الكعبه ديالكم. هاد القضيه هذه كتعطي واحد التلميعه للكعبه وكتزيد تخليها تحمر. فانا ما بغيتش نديرها الصراحه، بان لي الكعبه غزال بزاف، عجزت دهنته غير بالزبده ودخلته يطيب على فران اللي كيكون مهيل البنات، مهيل بزاف. غير كيتشم علينا شنو غيطيب، ما عندنا حتى حاجه طيب بزاف من غير العجينه كيف ما كتشوفوا كيجي التحمار ديالو مقاد، ما كاينش يعني ولا غلطه. ان شاء الله كنتمنى هذه النتيجه اللي حصلت عليها انا تحصلوا عليها حتى نتوما ان شاء الله من بعد انكم تجربوه. هانتوما الكعبه ما كتنفخ، ما كتطرطق، ما كتشرشم، ما كيوقع لها حتى شي حاجه الا تبعتوا كل الخطوات ان شاء الله اول باول. النصائح اول حاجه البنات شوفوا نديروا، انا شفتوا هذا الفيديو بغيتوا ديروا الكعبه صافي، اول حاجه النيه صافي راكم نويتوا، من بعد وجدوا داكشي ديالكم. مثلا اليوم انا شفت الكعبه عجباتني، اليوم نجبد اللوز نقادو نصاوبو نخليه واحد ليله كامله ينشف صافي، نوجد المقادير ديالي نحطهم. عندك وليدات ما شاء الله الله يحفظهم ليك نعسيهم وقدي داكشي في خاطرك، ما تستريساوش البنات، يعني صوبوها بحب. الحاجه اللي كنتو كتصوبوا فيها وانتم معصبين بلاش صافي البنات هذه الكعبه ديالي من بعد ما دهنتها بالزبده ودخلتها كطيب واحد المده ديال 15 دقيقه، يعني ما كتاخذش وقت كتير. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم. قبل بعد ما يعجبكم الفيديو كنقول لكم الفران راه كان شاعل غير من التحت وعلى نار مهيله، طيبته على 305 فرنهايت البنات. ممكن تحولوا هاد الوحده ديال القياس في جوجل وتشوفوها شحال بالسيلسيوس. صافي هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى انه الفيديو يعجبكم، وهذا هو الشكل النهائي. نخليكم مع الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا الكعبه ديالنا كيفاش كتجي. وشكرا بزاف على المتابعه، والسلام عليكم. ما بغيتش الفيديو يوصل ل 20 دقيقه.